السلام عليكم، ايه الاخبار؟ في الفيديو ده هنتكلم عن ازاي تبدأ تتعلم انجليزي من الصفر. وان شاء الله في نهاية الفيديو في خطط للمستوى المبتدئ المتوسط والمتقدم. المرة دي مش هنتكلم بناء على كلام سطحي، لكن هنتكلم بناء على كلام علماء اللغة. بس في البداية لازم نعرف ايه الفرق بين فروع اللغة ومهارات اللغة. اول حاجة فروع اللغة. رقم واحد، علم الأصوات، فونولوجي، وهو العلم اللي من خلاله بنعرف أصوات الحروف وإزاي ننطق صح. من كتاب English Pronunciation in Use بيقول الكاتب: النطق مش بس معرفة أصوات الحروف، لكن الربط بين الكلمات، النبرة والإيقاع. مثلا هنسمع جمل قصيرة ونحاول نقلد النطق. هنستخدم موقع يوجلش علشان نسمع الكلمات في سياق. تاني حاجة المفردات، Lexis، وده هو المخزون اللي بتبني عليه لغتك. من كتاب Fluent Forever بيقول المؤلف: احفظ الكلمة بصورتها وصوتها وسياقها، مش بس ترجمتها. استخدم تطبيق زي أنكي أو ميمورايز وخلي كل كلمة في جملة. رقم 3، Grammar، القواعد. من كتاب How Languages Are Learned بيقول المؤلف: مش لازم تبدأ بقواعد في بدايتك لتعلم أي لغة، لكن بتتعلمها من خلال المواقف والسياقات المختلفة. مثلا اقرأ جمل وشوف شكلها وزمنها وحاول تكتب جمل زيها. رقم 4، semantics أو المعنى. في كتاب The Study of Language بيقول المؤلف: الكلمات مش دايما معناها حرفي، لازم تفهم المعنى من السياق. لما تقرأ أو تسمع لازم تشرح الجملة بطريقتك. رقم 5، pragmatics أو الاستخدام. اللغة بتختلف حسب الموقف، وده طبعا جزء مهم جدا. مثلا جملة Can I help you، لو انت في محل هتسمعها Can I help you، لكن لو في خناقة هتسمعها Can I help you بمعنى مالك أو في إيه. اتفرج على مواقف مختلفة من أفلام أو فيديوهات قصيرة، ولاحظ إزاي الناس بتتكلم على حسب كل موقف. نيجي بقى لمهارات اللغة. رقم 1، listening أو الاستماع. الاستماع هو أسرع وسيلة لاكتساب اللغة. زي ما بيقول ستيفن كراشن إن الاستماع هو أساس اكتساب اللغة. اسمع محتوى بسيط بتحبه زي قصص أو فيديوهات الأطفال، أو حتى بودكاست سهل. رقم 2، speaking أو التحدث. لازم تتكلم كل يوم حتى لو مع نفسك. الكاتب جابرييل واينر بيقول: تسجيل صوتك ومقارنته بالنطق الصحيح بيحسن الثقة عندك والنطق. مثلا احكي قصة قصيرة بصوتك وقارن بينها وبين النطق الصحيح للقصة. ابدأ بجمل قصيرة زي I woke up at 7. I went to work. رقم 3، القراءة reading. القراءة بتزود مفرداتك وتعلمك الجمل بشكل صحيح. اقرأ قصص قصيرة أو مقالات بسيطة زي موقع News in Levels. رقم 4، writing أو الكتابة. من غير كتابة هتنسى القواعد والمفردات. اكتب كل يوم جملة أو 2 عن يومك. مثلا Today I met my friend. We had lunch together. نيجي بقى للجزء الأخير وهو خطط تعلم اللغة الإنجليزية. رقم 1، من المستوى المبتدئ. 1، اسمع محتوى بسيط وكرره. 2، احفظ 5 كلمات في اليوم في سياق. 3، اقرأ جمل قصيرة. 4، اكتب يومياتك بجملة أو 2. 5، ركز على النطق وقلد. المستوى قبل المتوسط. رقم 1، اقرأ قصص. 2، اسمع بودكاست. 3، استخدم قواعد بسيطة. 4، سجل صوتك وراجعه. المستوى المتوسط لغاية المستوى المتقدم. رقم 1، اتفرج على فيديوهات تيد توكس. 2، اكتب مقالات قصيرة. 3، اتكلم لمدة 15 دقيقة في اليوم.
4. اقرأ كتب سهلة. في نهاية الفيديو لو انت لسه مشتركتش ياريت تدوس سبسكرايب عشان يوصلك كل جديد.